سلام من الله ورحمته وبركاته. طبعا يعني مصممين ان احنا نشوف مباراة قوية بين المنتخب المغربي والمنتخب الجزائري، لكن المرة دي هتبقى شكل تاني وشكل مختلف في كأس افريقيا للسيدات، لكن مش على الاول والتاني ولا على النهائي، لا ده هتبقى على المركز الثالث والمركز الرابع بعد خروج المنتخب الجزائري في نصف النهائي وخروج منتخب المغرب في نصف النهائي امام المنتخب الكاميروني، اللي كان مباراة صعبة جدا بصراحة على المنتخب المغربي من ناحية المدرب ومن ناحية بعض اللاعبين، وخصوصا ان انت جالك الفوز مرة واثنين وثلاثة وضيعته بركلة الجزاء، وكأن بقت العقدة مش في المنتخبات، العقدة في ركلات الجزاء للمنتخب المغربي وللمغربي للسيدات. فتحس ان هم محتاجين كورس كامل في الحتة دي. فناهيك عن الموضوع ده، لكن احنا برضو ان هم عاوزين، في كلام كتير يقولك لو بايدينا ما نلعبش مباراة الثالث والرابع ده المنتخب المغربي، مش عشان ان احنا نقابل مثلا منتخب الجزائر او هنقابل منتخب سين ما، لكن هو قالك عشان ده مش اللي احنا كنا طالبينه، مش ده المركز اللي احنا عاوزينه سواء الثالث او الرابع. يعني قالك كنا عينينا على البطولة، عينينا على اللقب. وطبعا المنتخب المغربي بالمناسبة والمنتخب الجزائري موجودين في كأس العالم 2027 بالبرازيل، ويمكن ده انجاز تاريخي للمنتخب المغربي لتاني مرة بيصعد لكأس العالم البرازيل 2027، وده للمنتخب الجزائري برضو انجاز على فكرة تاريخي، لأول مرة بيصعد في كأس العالم 2027 بالبرازيل. ومع مباركة علينا وعليكم، اهلا بكم متابعينا الكرام في كل مكان، عاملين يا رب تكونوا بخير حبايبنا واخواتنا اينما كنتم. طبعا قبل ما نبدا الفيديو ما تنساش تصلي وتسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لكن النهارده فعلا اولا المباراه بكره، للي ما يعرفش المواعيد، مباراه المنتخب المغربي والمنتخب الجزائري اللي هيبقى عليها برضو اثاره وعليها تشويق، حتى وان كان على الثالث والرابع او على الميداليه طبعا البرونزيه. فالمباراه بكره باذن الله يوم السبت الساعة 8، يوم السبت الساعة 8. اعتقد في ناس برضو كتير هتنتظر المباراة دي، وفي ناس كتير برضو نفس القصة زي ما قلت لك من شوية، بيقول لك لو بايدينا ما كناش نروح، ما كناش نتفرج، ما كناش نلعب على المركز الثالث والرابع، لان مش ده الطموح اللي احنا كنا بنتبادله. لكن العيب بصراحة انا بعتبره اولا ليه تحمل المشكلة دي، لان خصوصا بيوصل نهائي مرة ويوصل اتنين، ده المدرب الاسباني. وناس كتير من الجمهور المغربي حتى يمكن في تعليقاتهم المحترمة قال لك يعني احنا محتاجين مدرب اجنبي ليه؟ احنا عندنا الكفاءات المغربية الوطنية عندهم ما شاء الله بتدي وتصدر للعالم. وزمان انا قلت لك عندنا مثال حي بصراحة كنادي اهلي، نادي بصراحة انا شايفه ما شاء الله، يعني نادي عريق، جاب الحسين عموتة. والحسين عموتة يعني النهارده هو اللي بيكتب تاريخ من اول يوم جه النادي الاهلي، في كل لقطه وديه بيلعبها، في كل صفقه بيقول عليها بتيجي. فالنهارده الحسين عموته هيبدا لسه الدوري، لكن كل المباريات الوديه او المعسكرات اللي بيعملها في اسبانيا او في غيره ما شاء الله الحسين عموته ثابت شخصيته، والراجل مش اول مره يدرب، لا ده عمل سي في كبير جدا ليه بالتاكيد ولتاريخه طبعا. ويمكن من ابرز الحاجات دي للحسين عموته اللي هو متواجد، مدرب مغربي متواجد مع النادي الاهلي الان، ان هو كان مع منتخب الاردن وحصل اللي حصل واتكلمنا على الموضوع ده، وفي جمال سلامي وفي يمكن الاحداث الابرز منتخب 17 سنه اللي غير منتخبه، بدل برضه البرتغالي بيريرا فجاب مدرب مغربي مليون في المية، وناس كتير كانت فرحانه بالحته دي. فليه وجهة نظر المتواضعة اللي تاخد بيها او ما تاخدش، ليه ما تحطش برضو المنتخب المغربي في كاس افريقيا او حتى في كاس العالم 2027 اللي هو صعدها؟ غالبا وجهة نظري ان هو هيتغير وهيكون في مدرب وطني مغربي اكيد، لا محالة لا جدال. لكن النهاردة انت عاوز تتفرج على المباراة، مهما قلت وجهة نظري اول تاني تالت، وخصوصا ان انت تقابل منتخب الجزائر مع منتخب المغرب، فده بيعيد الاحداث التشويقيه في المباريات والله بجد. لكن مش عشان بيقول لك احنا مش عاوزين نلعب البطوله، مش عاوزين نلعب الثالث والرابع، مش عشان خاطر المنتخب الجزائري والاحداث اللي بتمر زي ما انتم عارفين، لا قال لك مش عاوزين نلعب المباراه لان مش ده الطموح بتاعنا. حتى يمكن زي ما قلت لك كاس افريقيا للفوتوسال اللي هيبدا يوم 12، ففي نفس الموقعه هيبدا برضه بيه، وحظهم القرعه بتاخدهم في حته تانية. المنتخب المغربي ومنتخب الجزائر في افتتاح مشوار كأس افريقيا لكرة القدم داخل القاعة، وده بصراحة انا عجبتني القرعة
لان المنتخب المغربي اولا انا بستثنيه عن كل المنتخبات، حتى منتخب مصر، حتى منتخب الجزائر، حتى منتخب زامبيا وانجولا الوصيف. انا بستثني المنتخب المغربي في حتة تانية. مباراته امبارح مع منتخب البوسنة الودية اللي لسه عنده مباراة يوم 15، دي كانت يوم 13، وعنده مباراة ودية يوم 15. فاز على منتخب البوسنة بنتيجة واحد، لا اتنين برضو، لا ده منتخب المغرب يا جماعة حب يعرف الناس، حب يعرف السكور، حب يعرف السكواد بتاعه اللي مطعم بيه شباب على كبير على بتاع. فهو ده فايز 6-0، انت متخيل؟ فمنتخب المغرب فايز 6-0 على منتخب البورصة اللي هو البوسنة، اللي هو المركز ال 40 او 41. فما بالك ان هو يخش على افريقيا اللي هو بتبدأ من 50 وانت راجع، انت فاهم؟ فما شاء الله يعني منتخبات كاس افريقيا. فانا ما عنديش اعتراض في الحتة دي نهائي. ليه؟ حتى لو منتخب مصر كان واقع في قرعه المغرب، بجد حتى لو منتخب مصر كان واقع في قرعه المغرب كنت انا هفرح بصراحه وانبسط، لان اللي يلعب مع منتخب المغرب هياخد منه كلام كتير قوي باحترافيه شديده، خصوصا مع هشام الدكيك. فعشان ما نخرجش في الاطار ده، كان مشوار منتخب المغرب في البطوله بتاع كاس افريقيا ابتداها كويس جدا، من مباراة كينيا اللي فاز فيها 4، من مباراة الجزائر برضو اللي فاز فيها 1-0، وبيقابلوا بعض تاني. شفت الصدف السعيدة ما شاء الله بجد. يعني فاز في المباراة اللي هي في جولة المجموعات وفي دور المجموعات فاز فيها 1-0، ده منتخب المغرب، وراح للسنغال 0-0 وشكرا باي باي سنغال، لا صعد الدولة راح الدولة بتاع، حتى يمكن ما بتلعبش ملحق، اللي بيلعب ملحق الكوت ديفوار ونيجيريا وغانا. فان انت تقابلهم تاني على ميداليه البرونزيه او مركز الثالث، ومين اللي هيشوف يا ترى مين اللي هيصيف. فطبعا النهائي اتحسم، النهائي شبه محسوم بين منتخب ملاوي اللي فاز على الجزائر ب 3-1، وبين منتخب الكاميرون اللي فاز على المنتخب المغربي برضه نتيجه بضربات الجزاء ب 3-1. ولو ان المباراه دي زي ما قلت لك مره واتنين، انت لو راجعتها مره واتنين هتلاقي المنتخب المغربي بيفوت ويفوز وبيصعد للنهائي. فده عيب مدرب لما تلاقي فيه لاعيبه بتضيع، ولاعيبه المفروض هتشوط في ال 120 دقيقه في دي ضربه الجزاء، وتدخل حد تاني غيره يشوط، فده برضو يهبلك يعني حرفيا والله بجد. فانت خسرت نهائي بسبب عيب رئيسي بحمل المدرب بنسبه 60% ولا 70% كمدرب، اللي هو فيلدا الاسباني كمدرب. عيب مدرب، الموضوع مش محتاج لا روايات ولا حكايات. ويمكن انا اتكلمت في اول مباراه او تحديدا تاني مباراه مع الجزائر اللي فاز فيها 1-0، قلت لك المنتخب المغربي هتزعل مني ما تزعلش، هو مش هيوصل لبعيد. وما رضيتش اقول عشان الناس تقول ما تتشائمش، لا قلت لك المنتخب المغربي مش هيوصل بعيد في البطوله، لان معاك مدرب زي ده ما بيتعص، بمعنى ان هو يعني ما بيكررش، ما بيعملش، ما بيدرس الخطأ بتاعه القديم. انت عندك الجزائر درست اخطاء غير انياب هجوميه مش موجوده، السنغال ما عرفتش تسجل برضه نفس القصه مش موجوده، قابلت جنوب افريقيا فزت عليها بغير انياب هجوميه وفي ضربه جزاء ليك كويس انها جت وضاعت برضه نفس القصه. ف2-1 يعني ده حصل حوارات على فكره في المباريات دي بصراحه، وخصوصا بقى لما تيجي تكتب ضربات الجزاء بتاع المغرب، انت ممكن تتصدر الترند والله بجد. تيجي تكتب ضربات الجزاء اكتر ناس بتضيع في المنتخب المغربي للسيدات، هيحط لك منتخب المغرب ده رقم واحد، كانهم ما عملوش تدريبات خالص على منطقه الجزاء دي ولا ركلات الجزاء. فاحنا مش هنقلب في الماضي عشان الناس، في ناس بصراحه يعني هي مش زعلانه، بس هو بيقول لك يعني ما كناش نستحق ان احنا نلعب على الثالث والرابع، انت متخيل؟ فهم عندهم ثقافه الفوز دي عجباني كتير جدا، ان هم يستحقوا ان هم يلعبوا على الاول والثاني، وان شئت تقول ياخدوا اللقب الافريقي اللي هو بيتعمل عندهم يجي 3 مره، وبيخرجوا في مرتين نهائي، وبيخرجوا في المره دي في نصف النهائي. فتلاقي عندك بقى مسؤولين وفوزي لجع والناس حاضره وبتاع، وتلاقي اللعيبه كلها مضغوطه مش عارفين مضغوطين على ايه برضه. والتسرع عند لعيبه المنتخب المغربي في شيء لا يحتمل، الانانيه عند لعيبه المنتخب المغربي شيء بصراحه اصعب بكتير جدا. فعشان كده انت هتروح بقى المباراه، انا عاوز اقول لك ان دي مختلفه عن كل حاجه، ممكن ما تتاهلش ان انت تلعب ثالث ورابع، لا منتخب الجزائر مع منتخب المغرب كده، منتخب الجزائر اعتقد معدي بيوم او بتاع كام مريح يوم يعني، فهم هيلعبوا بكره، فنسبه المنتخب الجزائري تريح يوم او كده. فانت المباراه دي هتكون لها شكل تاني، اعتقد انت خرجت من توتر، خرجت من ضغط، فانت بتلعب عشان تفوز بعيد عن الثالث والرابع، انت بتلعب عشان تفوز كمنتخب مغربي او كمنتخب جزائري. فان انت تاخد لك حته الحافز بتاع الفوز دي، زي منتخب زي جمهور المغرب بيشجع المغرب، زي جمهور جزائري بيشجع الجزائر، واللي بيشجع واللي بيحب المغرب هيشجعها وهكذا.
لكن ان انت بطوله كاس افريقيا للسيدات الناس قالت ما عليهاش اقبال كتير، لا احنا شفنا السنه دي وفي النسخه دي عليها اقبال كبير جدا جدا بصراحه. وكنا نفسنا نشوف النهائي بصراحه بين المنتخب المغربي والمنتخب الجزائري اللي احنا كنا مستنيينه. لكن في الاول وفي الاخر قدر الله ما شاء فعل مليون في المية. وده حال الجمهور المغربي بصراحة في الوقت ده، قال لك خلاص يعني اللي حصل حصل، وكده كده في يوم السبت اللعيبة دي هترجع لها ثقتها بنفسها في يوم السبت. وبيحاولوا طبعا ان هم يأدوا التدريبات على مش عاوز اقول لك يعني باسرع وقت ممكن، ان هم يدخلوا نفسهم ويدمجوا نفسهم في المباريات تاني بعد حالة الإحباط اللي بقت باينة قوي على لاعبات المنتخب المغربي للسيدات. فالمباراة بكرة إن شاء الله يوم السبت الساعة 8 بتوقيت المغرب إن شاء الله، والساعة 10 بتوقيت القاهرة. ويا ريت قبل ما نختم الفيديو ما تنساش تنزل عندنا باللايك واشتراك عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.